اول ثلاث تعليقات الفيديو اللي فات، اول تعليق لاخي ايوب ربنا يكرمك تمام، ده دايما موجود معانا في القناه في كل الكومنتات. تاني تعليق لاحمد ام اس ايه. تالت تعليق لعلي احمد، وكمان نحط رابع تعليق بالمره لفرماوي برو. بس كده ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد معانا دلوقتي. النهارده تحديث جديد للموبايل ال 100 تي وال 100 تي برو. الموبايلين دول نزل لهم تحديث بينقلهم لاندرويد 11 اخيرا. هنشوف التحديث ده ايه دنيته وايه السيستم اللي فيه وايه كل حاجه. والتحديث حجمه كبير جدا 2.8 جيجا بايت، فمش حجم قليل خالص. ده اكبر تحديث تقريبا شفته على موبايل من شاومي، يعني اكتر حاجه كنت شفتها قبل كده 2.3 جيجا بايت، فلما يبقى 2.8 جيجا بايت يعني التحديث كبير جدا فعلا. فهنشوف التحديث بيضيف ايه وفي مشاكل ولا لا، لان في ناس كانت بتشتكي لي في الكومنتات ان مثلا في عمل ان ماسنجر ما بقاش يظهر بوب اب، او يعني اللي هو الدايره اللي بتظهر دي، حاجات كتير كده. ففعلا هنشوف في عيوب في التحديث ولا لا. فقبل ما نبدا الفيديو الجامد ده ما تنساش تعمل فيديو باللايك عشان اوصل اكبر عدد من الناس، عشان برضو زوري وجعني وغصب عني بصور عشان لازم اعمل لكم الفيديو المهم اللي انتوا طلبتوه مني. وما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك، عشان احنا داخلين باذن الله تعالى قريب على 30000 مشترك. ويلا بينا على الفيديو الجامد ده. بس يا معلم دلوقتي هنشوف التحديث الجديد لموبايل ال 100 تي وال 100 تي برو. فهننزل كده نعمل بس وضع الفوكس مود، وهسيب لك فيديو يشرح لك ايه هو في الاي اللي فوق. الوضع ده جامد جدا عشان ما يجيلناش اشعارات من اي تطبيق مختلف. تمام، ندخل بقى على الاعدادات يا معلم. طبعا فاتحين نت، هتلاقي مكتوب في اباوت فون اهو. بص، الموبايل على 12.0.11 اصلا. هتلاقي تحديث 12.1.1. التحديث بقى يا معلم حجمه قد ايه؟ حجمه 2.8 جيجا بايت، يعني 2800 ميجا. الموضوع كبير قوي، اللي هو انا استغربت حجم التحديث ده ازاي يكون كده. فهندوس طبعا داونلود ابديت. بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك ابديت اندرويد سكيورتي بادج 2 فبراير 2021 وانكريز سيستم سكيورتي وستيبل ميو اي بيزد اون اندرويد 11. فده اللي احنا اصلا عاوزينه، يعني فاهمني، اللي هو اخيرا اندرويد 11 هنشوفه في اغلب الموبايلات. وزي طبعا ما نزلنا فيديوهات قبل كده اسبوعيه فيها تحديثات ميو اي 12 مع اندرويد 11، هسيبها لك في الاي اللي فوق دلوقتي. هزاروا ورا بعض ثلاث فيديوهات نزلوا فيهم تحديث للواجهه، بيجيب اندرويد 11 كمان مع التحديث بتاع الميو 12 للموبايلات دي. فان شاء الله كل الموبايلات يوصل لها اندرويد 11 او اغلبها باذن الله تعالى. وطبعا مش هتاخر عليك في السلسله دي ابدا. فانا هسرع الفيديو بسرعه دلوقتي، بعد كده ارجع لك بعد ما يكون نزل الابديت. النت ما شاء الله خلص، ولكن جددنا الباقه اهو وبنكمل التحديث.
واخيرا التحديث اللي شلني ده يا جدعان، اللي بقاله كتير جدا بينزل، وصل ل 99% وخلاص اهو كمل 100%، وبعد كده يعمل عمليه وبعد كده يقول لك نعمل ريبوت ناو او تثبيت الان. تحديث طويل جدا عشان بينقلك من اندرويد 10 زي ما قلنا لاندرويد 11، فعشان كده يعني فعلا هياخد معاكم وقت كتير جدا، سواء حملتوه بشكل هوائي جالكم بشكل هوائي او حملتوه بشكل يدوي زي ما بنعمل في بعض التحديثات. ولكن هو تحديث مهم ولازم نعمله طبعا، لان دي خطوه مهمه جدا ان انت تغير الاندرويد بتاعك. وزي ما انت شايف بيقول لك ابديت بالليل عشان هو ممكن يطول، ولا ريبوت ناو. هندوس ريبوت ناو. تمام. وطبعا لازم تكون موصل الموبايل بمصدر للشاحن زي ما احنا عاملين كده، او تكون الموبايل اكبر من 50% البطاريه، بحيث ما يحصلش اي مشكله وانت بتعمل الابديت. ودي نقطه مهمه بننوه عليها دايما، عشان لو حصلت مشكله ممكن تضر الموبايل ضرر تام، فدي نقطه مهمه لازم تاخد بالك منها. بس يا معلم زي ما انت شايف الابديت خلص والموبايل بيقفل ويفتح تاني. تمام. بس يا معلم الموبايل فتح معانا، ولو نزلنا من فوق كده تمام نشوف الاشعارات لسه مفيش اي جديد. تمام. فندخل هنا طيب في السيتنج، ندخل فيه اهو. بص هتلاقي مكتوب MIUI 12.0.1، وهتلاقي مكتوب بقى الايه بقى الاندرويد. عاوزين نعرف الاندرويد نسخته كام، اندرويد فيرجن 11. تمام. فكده الاندرويد اتحدث طبعا في الموبايل، والموبايل بقى على اخر تحديث. تمام. هو مفيش نيو ابديت جديد، لا هو ده اخر ابديت. وطبعا لو نزلنا شريط اشعارات كده تلاقي بيقول لك ابديتد MIUI سكسسفولي. تمام. فكده التحديث خلص يا معلم، والدنيا ان شاء الله زي الفل. وهقول لك على منتدى القناه لو في اي مشكله واجهتني في الالعاب مع الموبايل ده او في اي حاجه، وفي الانيميشن او في ماسنجر زي ما الناس كانت بتقول لي، وحلول للمشاكل دي ان شاء الله هقولها. وساعتها طبعا مش هنزل فيديو مخصوص ليها، ولكن هنزلها على انستجرام، هنزلها في ستوري على انستجرام لو في اي عيوب او مشاكل واجهتني في التحديث ده او مميزات عامه في اندرويد 11. فسايب لك اليوزر نيم قدامي دلوقتي، ادخل تابعني على انستجرام عشان ان شاء الله كل جديد هناك. والفتره الجايه هيبقى في فيديوهات خاصه بالانستجرام بتشرح بعض المزايا في بعض الموبايلات وحاجات تانية كتير وخصائص كتيره في واجهه شاومي، فتابعني هناك ان شاء الله عشان نبقى موجودين دايما. بس كده يا معلم زي ما انت شفت كان تحديث الاندرويد 11 للمي 10 تي برو، والايام اللي جايه ان شاء الله اقول لك كل التفاصيل والتريكات والحاجات الجديده في اندرويد 11 في الموبايل ده. وده هيكون على الانستجرام زي ما قلت لك اللي ظهر لك من شويه، وهظهر لك دلوقتي اليوزر نيم. ولكن في شيء مهم جدا فما تقفلش الفيديو دلوقتي، الاسئله بتاعتكم كترت قوي وبرد على الاغلب او برد على الكل برضه، ولكن في نفس الوقت المعلومه ساعات بتتكرر. فعشان كده بفكر نعمل لايف على اليوتيوب ويكون ميعاده مثبت اسبوعي، او حتى لو الاسئله كترت عن كده نعمله مرتين في الاسبوع، انا ما عنديش مشكله. اللايف ده يا معلم يكون في ميعاد انتوا تحددوه، والناس كلها في اغلب الكومنتات دلوقتي بتقول خلي اللايف يوم الجمعه، فانا عاوز اعرف انتوا عاوزينه الساعه كام او يوم ايه. فهتلاقي دلوقتي زي ما ظهر لك جنب سكرين شوت دلوقتي بيوضح ان في فوت عامله على القناه، ادخل اعمل في الفوت ده، ويا ريت تكتب كومنت تحت الفوت ده تقول انت عاوز يكون اللايف ده الساعه كام وامتى ويوم ايه. ولو عجبك يوم الجمعه حدد مع ساعه او ميعاد، ساعتها ممكن نبتدي اللايف ده كمان من بكره على طول. بس كده اشوفكم في فيديو جديد باذن الله قريب، وما تنساش تعمل اشتراك لو انت مش مشترك. سلام.